السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مع محمد سليمان في برنامج وجهة نظر. 34 يوم من القتل وإزهاق الأرواح، 34 يوم من هدم غزة تحت أعين ونظر كل دول العالم، وعلى رأسهم أمريكا راعية الإرهاب العالمي، راعية الإرهاب الدولي، اللي هي بتمد الكيان المحتل، الكيان الصهيوني، بجميع أنواع الأسلحة، وخصوصا الأسلحة الممنوعة دوليا والمحرمة إنسانيا والمحرمة أمميا، بتمد بيهم الكيان الصهيوني لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني وليس أهل غزة. فما يدار حاليا في الضفة الغربية هو أبشع ولا يقل بشاعة عن ما يدار في غزة. كل هذا وكل ما هذه الجرائم تحت أذريعة ما قامت به حماس في غلاف غزة. حماس والتي لا أثق بها، وأكررها مئات المرات، لا أثق بها، فهي جماعة إرهابية إخوانية إيرانية لا تمثل إلا نفسها، لا تمثل إلا نفسها، لا تمثل الشعب الفلسطيني على الإطلاق، ولا يهمها الشعب الفلسطيني على الإطلاق نهائيا. قد يكون كلامي قاسي، وقد يكون الوقت غير مناسب للمشاعر التي نمر بها جميعا، لمشاعرنا كمسلمين وعرب، ولكن يجب أن نعترف بالحقيقة، ويجب أن نضع كل شيء في نصابه. حماس لا يهمها الشعب الفلسطيني، ولن يهمها القضية الفلسطينية. هي لا تهتم إلا بأهدافها وغايتها، وليست إسلامية كما تقول. إن الدم الفلسطيني والدم المسلم على المسلم حرام، ولا يتم إهداره إلا بالحق. ما قامت به في غزة من قبل حماس هي جريمة من أبشع الجرائم على مدار الإسلام. أن تهدر دم أكثر من 10,000 مواطن، 10,000 مسلم، 10,000 منهم أكثر من 80% من الأطفال والنساء والشيوخ، بحركة غير محسوبة غير محسوبة أودت بحياة آلاف المواطنين أكثرهم مسلمين. فليس كل سكان غزة مسلمين، منهم أديان أخرى. ما هي العوائد؟ ما هي النتائج؟ موت فقط لا غير، حتى وإن كان هدفها، وأنا لا أثق في هذا الهدف، إن هي انتفاضة من أجل فلسطين. غزة اليوم تحتل، غزة اليوم تحتل، تلت غزة يحتل من قبل كيان الاحتلال، تلت غزة يتم احتلاله اليوم. ما هي كانت أهدافك؟ ماذا كان يفكر أهل حماس؟ ماذا كانوا يفكرون من هذه الحركة أو هذا التصرف الغير محسوب؟ إبادة 10,000 مواطن، 10,000 مواطن، منهم أكثر من 7,000 طفل وسيدة وشيخ. انتوا بتفكروا في ايه؟ انتوا كنتوا بتفكروا في ايه؟ ايه اهدافكم؟ ايه خطتكم؟
قلتوا هنعمل لهم كماين وهم داخلين بري، هنعمل ونخلي. حاليا هم موجودين داخل غزة، داخل غزة، ويتم التنكيل حتى بالنازحين من شمال غزة. الدبابات واقفة على الطريق وجنب منها جثث محللة من أهل غزة، ولا يستطيع أي حد أن يقرب منها. أبشع الصور في صمت غير عادي غير طبيعي من دول العالم. أمريكا هي من تدير هذه الحرب، واحنا لغاية النهاردة لسه بنقول إن الحل في إيد أمريكا. الحل مش في إيد أمريكا، لأن أمريكا هي العدو الرئيسي، مش الكيان الصهيوني، مش الكيان الصهيوني. كل مرة وزير خارجيتها بيجي بيتكلم بشيء وبيتم عمل عكسه من الكيان الصهيوني في صمت وما بيتكلموش عنه. قبل ما الكيان الصهيوني يعلن ان هو هيقوم باحتلال غزة والسيطرة عليها لأمد غير محدد، كانت الغواصة الأمريكية موجودة على الساحل لمنع أي تدخل من أي دولة. ومفيش دولة قادرة إن هي تتدخل غير مصر. إيران بتناوش عشان ذريعة، وحماس عملت عشان ذريعة، والضحية المرسومة والمخطط لها هي مصر. وإنهاء القضية الفلسطينية نهائي، إنهائها بيتم عمل إبادة جماعية في غزة قدام العالم كله، ومش في غزة بس، في الضفة حاليا بقى لهم 3 أيام بيدكوا في الضفة وبينزلوا منشورات انهم هيخشوا، وهيخشوا كل مرة طول النهار اليوم، وهم في جنين وهم عمالين بيقتلوا في الناس وبيدمروا في البيوت. انا نفسي بس الدول العربية تاخد قرار بإخراج القواعد الأمريكية من أرضها، عشان يبقى عندهم إرادة لأخذ قرار واحد، قرار حازم. يا سيدي ما تجيش تحارب، بس هلاقيك جنبي. احنا قادرين نحارب وندافع عن نفسنا وندافع عن أرض فلسطين، بس ما نقدرش نحارب لوحدنا، لأن مش هنحارب الكيان الصهيوني بس، هتحارب أمريكا وهتحارب ألمانيا وإنجلترا وفرنسا وكندا وأغلب الدول الاتحاد الأوروبي. الجماعة اللي قاعدين في مكملين ومأملين وعمالين بيقول لك الجيش ما بيعملش، والجيش بتاع المكرونة، والجيش بتاع وبتاع وبتاع. انت ما تتكلمش عن اسمنا، انت ما تتكلمش عننا، لان انت حساباتك غيرنا. انت حساباتك زي حسابات حماس بالظبط، اهوج، متهور. انت مش قضيتك وطن، انت ما انتش قضيتك وطن. اهل غزة بيموتوا وبتوع حماس بيقول لك احنا ما نبنيش لهم ملاجئ، مش قضيتنا. اصل اغلب بتوع غزة ال 75% منهم دول لاجئين. لاجئين منين يا حبيبي؟ لاجئين من دول تانية؟ ده فلسطينيين. يقول ان احنا عاملين الانفاق لينا عشان نحارب منها، انما دولت مسؤوليتهم
عند الامم المتحده اللي تبني لهم ملاجئ. امال حضرتك حكومه ايه؟ انت حكومه ايه؟ وبتمثل ايه؟ وبتقول على نفسك حكومه ليه؟ انت بتحكم ولا حركه؟ هنسمع دلوقتي معاكم موسى ابو مرزوق المتحدث باسم حماس في تصريح له وهو بيتكلم عن انه غير مسؤول عن بناء ملاجئ لاهل حماس. اتفضلوا معايا. قام بتشييد 500 كيلومتر من الأنفاق، لماذا لم يشيد مآوي يلجأ إليها المدنيون خلال القصف؟ نحن شيدنا الأنفاق لأنه لا نملك ما ندفع به عن أنفسنا من القتل والاستهداف. هذه الأنفاق من أجل أن نحمي أنفسنا من الطائرات، نحمي مقاتلين من الأنفاق. أما القطاع غزة فأنت تعلم والجميع يعلم بأنه 75% منه لاجئين، واللاجئين هو مسؤولية الأمم المتحدة في حمايتهم، مسؤولية الاحتلال في أن يقدم كل تبعا لاتفاقية جنيف الدولية أن يقدم لهم كل الخدمات وهم تحت الاحتلال. وبعد ما سمعناه بردود الوقحة، برد الوقح على السؤال وعن رأيه في ان هم يبنوا 500 كيلو من الانفاق وما يبنوش ملجأ واحد لأهل غزة، وان دول لاجئين. انت اللي لاجئ، ده انت اللي لاجئ. انت اللي لاجئ لقطر ولاجئ لإيران. انت ما انتش فلسطيني ولا تمثل اي شيء في فلسطين. وزي ما قال قبل كده مرشدين جماعتكم، ما الوطن إلا قبضة تراب نجس. انتم أنجس من ان انتم تبقوا تمثلوا أهل فلسطين. مش هطول عليكم، وهنتقابل حلقة قريبة من برنامج وجهة نظر، ودي وجهة نظري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.